بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس رقم 15 من مجالس علم الفرائض. عنوان اليوم تصحيح المسائل. يتمثل ذي درس نعدان نبضد اليوم الموضوع اسميس أصول المسائل، تأصيل المسائل. يعني أمكن نسفغ الأصل المسألة من وزع الأنصبة على الورثة أكا، يعني مرحلة مقموثيون فلاس يعفو يرحم أنظر لزيرتي الورثة من المنظر الورثة أسنفك الأنصبة أكلن دين القرآن أكن دين ربي ذنفي ماشي سلفغين نغ يعني فكاك نتبغيض خاطئ إلاق تجد الفريضة العبد ذي ذرثيس هذه يخدم دوناسيون هبة ذاكي يسع يمارج توسع دوناسيون هبة، ولكن ماذا الفريضة ذا فنتريكا يروح يموت صافي وري خدم الفريضة ذا الورثة أري السثر الفريضة يا إما غير الشرع المفتي الإمام نغ النوتير ثورة الساقي في الدولي بوسا خدم الفرائض النوتير، يعني الموثق سيد ليكسبير ديال الدومين. خاطر لا لوا 0809 ما نتكلم ما نهضر في الجزائر، القانون 0809 الماده 125 او كتيكات ديال حنا رزداث يهضر القانون في الخبره ليكسبيرتيز. كل يوم ديال الدومين يساوي ديال الخبره، اما ما الى الامور لا ميديسين ديال المادسه الطبيب، ما الامور الفونسيي ديال ليكسبير فونسيي، ما تمثل تقدري من الشركات وكذا ليكسبير ديال لي فينونس. كل يوم ديال الدومين ينس يتمثل تاكي ماشي للقاضي راه يخدم، القاضي ادي ديزيني ليكسبير ادي يعين نتزرب يسعى لا ليست يسعى الليست ماشي كان لا ليست، وقادم يسمى اعوان القضاء وقاد يتعاونون لا جوستيس الا لي زيكسبير، اما كان لي ميدسان لي زيكسبير ديال لي فينونس ديال الفونسيي، الا لي نوتير يعني الموثقون هاكي يسعى لا ليست ادي ديزيني نوتير الفلاني ثنسا راه يخدم الفريضه. النوتير دي يخدم الفريضه مي يخدم الفريضه من بعد راه يضرون الى قد والين توجور دوغ ليكسبير، خاطر ثنسا يزمر الحل الورثه جالس كان وحد كان طبقا الفريضه سهل ماشي اللي واعرن. المهم الشرع ذو الشرع تاقي اذا الساس لذلك يتمثل نوزع الانصبه نشوف اصل المساله كذا نخدم الفريضه، ولكن في كل لو مقارن الانكسار اماكن خدينا في قلتني عدان يون ما يرز الى قاس نجبر المسفام ثاك ما دفغ الراديو المادسه شري يخدم اكيني هاثنا دايت الرز خدم العلامه النيه كان هكا ان شاء الله ورعني خمد يساوله ورعني السامعين هذه خدمك علامه الانكسار مادام ثرز الى جبار ميم ذي مسالاكين الفرائض ثيكولا ضرزنت وثاروزين ثيكولا سيليو ثيكولا سنه ثيكولا ثلاثه ثيكولا كثار هكا. لذلك تمثلت الموضوع بس يسعى القيمه ثم قرانت خاطر ثاروزين امشي ثرز المساله مثلا لا فيرغول مثلا اذيلين ثلاثه وراش نثني صحنتين اربعه الاسهم اربعه يمورن صافي مشى نفضو 4 ديفيزي بار 3 نو ادي فوق 1 فيرغول ولاش لا فيرغول الا قد تروح لا فيرغول امشي رانكس لا فيرغول كيف نزيل هذه الفاصله وكيف نزيل هذا الكسر نزيله عن طريق التصحيح. هذا هو إزالة السقم جبر المسألة، وذلك حينما لا نستطيع أن نقسم مثلا عدد الأسهم على عدد الرؤوس إما في طبقة واحدة أو في أكثر من طبقة، ويكون التصحيح بالنظر إلى العلاقة بين عدد الأسهم وبين عدد الرؤوس، فنطبق العلاقة المعروفة
إما علاقة التماثل، إما علاقة التباين، إما علاقة التوافق، إما علاقة التداخل. في كذا من بعد ذاكي أمشي أنا نخدم أد نطف عدد الرؤوس المنكسر عليهم، نضربه إما في أصل المسألة أو في عولها إذا كانت عائلة، أو في العدد الذي ردت إليه المسألة إذا كانت المسألة ردية. ثقي ثورة ضمن نظري لا تيوري، ثورة نروح غلا براتيك، نروح غير التطبيق. يوث ثم زوروث انكسار على مستوى طبقة واحدة. أنا نكتب ذاكي ألف انكسار على مستوى طبقة واحدة. أدنفك المثال، مثلا ثموثيوث ماتت عن زوج مثلا بنت مثلا 3 بنات ابن. ثموثيوث سجاد أرجازيس طبعا ساث أكذ يليس نتساث أكذ 3 يسيس نميس 3 بنات ابن. أول مرحلة أنخدم الوراثة الطريقة ياكي كتسد بعضها وكتزرد لي زيتاب المراحل المسألة. يلا الزوج شحال راه يورث ذاك أرجازيتش صحيتو الربع أنكار هذا أنكار في 4 راه يورث. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. يليس شحال تورث نساث عن دمي النفس هذا النفس. 3 بنات ابن 3 قسيس نميس 1/6 ما شاء الله السدس. هذا السدس تكملة للثلثين خاطر 1/2 تاكيد نشرح درسني عدان نوقف ليس النصف 1/2 ماس نرنو 1/6 هذا وظن 2 وتساقيد دينا ربي ذي القرآن سلاماس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك 2 نغاود القرآن يفذرد ثلثا 2 يفذرد 1/2 ثاقي سميس المعادلة ذات المجهول الواحد من طف. إلا قصنا نوان سيزيام إلا قصنا نوان سيزيام باش نصيوض لي 2 ربي ناد إلا قصنا نصيوضهم 2 مي غادي يفكر يا شحال ياك يفكر كان النص يجا الباقي ذن كنا كي نكتشف نفاذ باللي عن طريق المعادلات ذات المجهول الواحد نفى باللي السدس. إذن الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث، البنت ترث النصف لانفرادها وعدم وجود عاصب، و3 بنات ابن يرثن السدس فرضا تكملة للثلثين. ثورة أصل المسألة. بارك الله فيكم. الندس نسمي ألف ميم سيت ان كود نستفهم في الرموزاكي. إذن أصل المسألة 12 هات 12 وكذا مكانيس كل يوم في كاس لاكازينس انسير ديكا 12 نند بتطبيق إحدى الطريقتين
لأن ديوث طريقة النوعين إذا اجتمع فولا كذا مع النوع من النوع الأول مع النوع مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة 6. وإذا اجتمع الربع مع وجب النصف. وإذا اجتمع الربع مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة 12. وإذا اجتمع الثمن من النوع الأول مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة 24. تجي طريقة نحفظيت نسنيت. ثلاث طريقة النظام طريقة العلاقات. إذا كان طف 2 أكثر 4 المقام دو إيكات العلاقة بينهما ما هي؟ علاقة تداخل. دو تكشم ديال 4 تكشم ديال 4 صافي علاقة تداخل. ذا شار نطف كات هذا ما نطف سمحتي كات أكد دو أنوي ذا مقارن داكي ذكات صافي نكسواكي نطف كات من بعد ان سيزيام السدس أد نطف 6 ثم شو العلاقة إلى اليركا تكون 6 هي علاقة التوافق. التوافق معناه السين العددين 4 6 مستفهما متفقا فيهم العدد مشطوح الدو 4 6 ذا شو ذا مشطوح 2 شركين 2 صافي نخدم 4 ديفيزي بار 2 4 مقسومة 2 يساوي 2 في 6 يساوي 12 نغ 6 مقسوم على 2 يساوي 3 في 4 يساوي 12. يعني نأخذ العدد الأول نقسمه على الوفق والناتج يضرب في مقام الكسر الثاني. أدفع 2 في 6 مقام الكسر الثاني 6 مقسوم على 2 وهو الوفق والناتج هو 3 مضروب في مقام الكسر الأول اللي هو 4 6 في 3 في 4 يساوي 12. هذا نفا 12 سيد نفا 12 نفرت أد نسفغ الأسهم لا ميثود دي نغرا ديجا نفهم ربع 12 كام 3 صاحيت ها ثنتي 3 نصف 12 6 سدس 12 2 بارك الله فيكم. أرثورا المسفهم إلا كنقسم عدد الأسهم على عدد الرؤوس 3 مقسومة على الزوج يون سهل على 1 6 ديفيزي على بنت يوث كيف سهل 2 ديفيزي بار 3 يساوي 0. نغلا 0.66 مرفوض. العلم الفرائض لا يقبل يقبل صافي ثرز المسألة مادام ثرز سوزكوا هذا أكي نخدم الطبا سوا أكيد خدم الطبا يا أخي تشك مين نشوف الراديو أكيني لا فراكتور ندير ثرا قم كان الفلاني نمس ثرز. المسألة منكسرة والمسألة إذا انكسرت تحتاج إلى جبر إلى قصة جبار. ذا شو ذا جباريس ثورة نظر مش طريقة يس أنوالي العلاقة يرثرين كو 3 2 إطروا عدد زوجي عدد فردي شفع ويتر العلاقة بينهما علاقة تباين. نأخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم 3 نضربه في 12 سي اوتوماتيك 3 فوا 12 أعطيكم الصحة هات 36 أكديني والأنسي ديكا 36 ثسات لأن العلاقة بين 2 و3 هي علاقة التباين. القاعدة كي درنا وني غاوند علم الفرائض يسعى الأسرار لمت الأسرار ميذاغ الأسرار راكي ونزمير نهضر فلاس انت لما نسل كلش مين فوق كلش أبرسو فضل الأسرار من بعد يسهل لو شون ديال ليفور قال ثمسة تاقي نفهم ثورة نروح كان نفهم ذاين حوايج في هذه الساعة ندات نبنو شغل بريكة 3 مضروبة في 12 يساوي 36 ثورة مشاد نسفغ الأسهم الجديدة سهلة
أدنوي ثلاثة النذغة ثاقي نضربوا هذاكي 3 فوا 3 يساوي 9. 3 في 3 9. 6 في 3 يساوي 18. 2 في 3 يساوي 6. معناتها العدد الذي صححت به المسألة باستخراج وتحصلنا على الأصل الجديد للمسألة هو نضربه في الأسهم السابقة القديمة. بمعنى نبويد ثلاثة خدمك باش تستوضر خدمك فلاش أوي تيدر ذاكي هات ساه أوي تيدر ذاكي هات ساه أوي تيدر ذاكي أي غير باش تروح راه تفهم نسيك دكا ثلاثة ياك المفهوم. ثورا نعيوذ أنظر اسكو تجفرنا خاطي يلا هذا نتفطر شو تلازيزاو 9 ديفيزي على الزوج ما كاش مشكل. 18 مقسومة على يوث على البنت ما كاش مشكل. 6 مقسومة على 3 يساوي دو صافي يروح الانكسار نالا ثرز تجبر ثرز تجبر أنرنو أخ لأب 3 غير 6 يساوي كم؟ 9. أرنو ياسين 11. الأخ لأب شحال يسعى؟ الباقي صافي قيمة إيون صح؟ إيون هذا ذاكي واحد يقبل قسمة على واحد معليش ولكن مادام صححنا المسألة مضروبة في 3 يساوي 3. تفضل شو سوا ما تجمع الذاكي أدفغ 12 ما تجمع الذاكي 9 زائد 18 زائد 6 زائد 3 يساوي مسألة ردية. والمسألة الردية التصحيح يكون بضرب عدد الرؤوس المنكسر عليهم العدد الأصغر في أصل المسألة إذا كانت عادلة في عول المسألة إذا كانت عائلة في العدد الذي ردت إليه المسألة إذا كانت ردية. صافي إذا كان برانسيبال نضرب 3 ياكي ماشي في 12 إلا في 11 لو كان في 11 تفرى صح. مثلا كان نخدم مسألة عادلة هذا نرند الأخ لأب والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا فهو عاصب كي جمعنا 3 6 2 يساوي 11 منقوصة من 12 يساوي 1 يبي واحد ينس واصلا واش الانكسار ذاكي مادام يوني قلال فرا واحد متفاهمين. ومدرسوا في الاصل الجديد للمساله بعد التصحيح نجمع 9 زائد 18 زائد 6 زائد 3 يساوي 36. نمسفهم ثورة نخدم انكسار على اكثر من طبقه. مثلا مات بيسك هذه نخدم ماتت زدت تيقموثن ثورة نخدم تيقموثن باش نستعدل. مات عن زوجة جدة تنوي البركة أنا مثلا 5 بنات 5 بنات أنرنو 3 إخوة أشقاء. هذا المسألة يلا أنا بذل المرحلة الأولى تقسيم الأنصبة وقي مثيجة تمطوثي إيجاد جدا سيجاد 5 سيجاد 3 بثمثني شقيقا. يلا أشحال ثوي تمطوث الزوجة 8 الثمن لوجود البنات
لوجود البنات. يعني ذاك الفريضة قبل تفكض مقل ليكيب باش تزاد واش تفكض النصيب ثور ذاك نفكاس الثمن. لماذا الثمن؟ ان ويتيام لوجود الفرعوات لوجود البنات. بارك الله فيكم. الجدة نغرات كم ترث؟ السدس. بارك الله فيكم. في 6 ان سيزيام. 5 بنات 5 يسيس شحال يديو؟ ثلثين. بارك الله فيكم. 2 على 3 2 تير. و5 إخوة أشقاء الباقي أين يقولون؟ هذا بمعنى في التعليل أدين ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والجدة ترث السدس لوجود السدس لعدم وجود حاجب، لأن الجدة أستحجب الأم، أستحجب الأم اللي غندوك هذه مثل واد يجي يماس واد يجي ستيس نغجيداس يماس حجب ستيس نغجيداس. أما سي الجهة بافاس أما سي الجهة قماس، ولكن ما إلا ذبابا سيدي جا هذا يحجب كان يماس نسا ورزما يحجب طاط قالتيس خاطي هذا يحجب كان يماس. هذا ذاكي كيني ساريما مفهوم. يحجب يماس كان دايا يعني يماس كان فقط، ولكن طاط قالت خاطي خاطرت سنسي الجهة كاين ما يموت الفرع الحفيد نغ الحفيدة، ولكن مثل الأم تحجب جميع الجدات. البنات وطبعا يسد في حديث المغيرة بن شعبة. بالمناسبة ذكرنا بزاف أدلة بلا ما نعودوا. الجدة ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ورثها، خاطر ولاش ميراث الجدة وديوسد هذه القرآن يسد السنة فيماس تسد الجدة تسد ذي القرآن، ولكن الجدة أموريس يسد ذي السنة. في حديث المغيرة بن شعبة النبي عليه الصلاة والسلام أطعموا الجدة السدس في كثاس في 6 5 بنات يديو الثلثان دوتير لتعددهن يعني في التعليل وعدم وجود عاصب. مثل الإخوة الأشقاء هم عصبة بالنفس. لو كان لنت الأخوات الشقيقات غادي عصبة بالغير مادام واحد سن ذات مثل شقيقا اسمي سن عصبة بالنفس. يا أخي هذه العصبات لنا 3 إلى العصبة بالنفس إلى العصبة بالغير إلى العصبة مع الغير. شرحت فيما سبق صافي وقيل العصبة بالنفس أعين الباقي تعصيبا لعدم وجود حاجب. خاطر الإخوات وحجابا لو كان إلى الأبذاقي لو كان وقي مثل يجاد مثلا فافاس أثمثني شو تساوين أنا خاطر أثمثني شي قارب الغورش ناخذ فافاك أثمثني كدير أثمثني وذرهم بابا أكاد نض مادام ذرهم باباك صافي حجبيت فافاك ميم ذاك إذا السر نظن لفتى دينيض خويا نختي معناتها أدين والتمان غذا كما ذرهم بافا مادام ذرهم بافا كيلا بافاك تساوينا لا. طيب هذا نفرتك ثورة نشوف أصل المسألة 24 هاتهم كنيس نكتب ذاكي ألف ميم أصل المسألة. أنويتيام 24 24 كم؟ 3 بارك الله فيكم 3 هاتهم كنيس. ان سيزيام 24 4 بارك الله فيكم. ثلثي 24 2 تير 24 16 خاطر 24 فوا 2 ديفيزي بار 3 صافي 16. انا حسب ثورة ولا شو يقولان 3 غير 4 7 16 صافي شحال دي قيمة 23. إذن يقيم ديوان 3 ديفيزي على الزوجة مقسم على الزوجة. هات خذ مثل الإشارة ياقية باش ما تغفلش. 4 ديفيزي على الجدة كيف ما كانش مشكل يوثيق اللان. 16 ديفيزي على 5 صافي ماشي ذوا صافي ذوا
الرز هات سهل 16 ديفيزي بار 5 ايكال 3 فيرغول صافي لا فيرغول ندوز ستيليالا اثناء الرز اذا قد نجبر 1 ديفيزي بار 3 كيف 0 فيرغول ضغط الرز ها ثمن ناس الرز صافي ذهين نفكاد انكسار على مستوى طبقة واحدة ذاك نفكاد على مستوى طبقتين هاد ثورة مشات نكر ثورة الرز مشات نجبر نكونسونطري في ثلاثة كي هذاك خاطر بس عندنا المشاكل داكي لان نولي العلاقة بين 16 كود 5 16 عدد الزوجين الفردي 16 زوجي 5 فردي إذا نطف 5 ياك نطفيت فرا العلاقة بين و 3 كيف هو علاقة التباين وعلاقة التباين يا إما أتيلي زوجي فردي أو فردي صافي 3 هات 3 نفرا مثل هذا المشكلة النظام بين 3 و 5 نشوف ما هي العلاقة بينهما هي علاقة التباين إلا ورا يفضل الفيض 5 ديفيزي بار 3 لا يمكن 1 فيرغول 3 ديفيزي بار 5 0 فيرغول ضغط ثرويث بروي من المثوالات علاقة التباين أوث وغفة 3 فوا 5 هات تخدم ذاك دميت انت ده 3 فوا 5 ايكال 15 ثورة 15 فوا 24 360 360 كتباس داكي ألف ميم جيم أصل مسألة جديد ثورة أكدينو أنسيد كان 360 هنا سهلة هات انت لي زيتاب ثروز ذا من بعد العلاقات فقد ذاكي 5 فقد 3 ذاك 3 5 وين المسفهمن أو ثوغفة 3 في 5 15 مضروبة في 24 فهمت 360 360 يلا بارك الله فيك ثورة أدندم 15 ني حذرت غرضة داول 5 ذاكينا 3 لا أويد 15 15 كي صوبيتيد يلا أويتيد فوا 15 3 فوا 15 45 ما شاء الله أرمي ذا صوبيتي دردا 4 فوا 15 ما شاء الله 60 صوبيتي دردا يلا 240 240 حساب الذهني 240 ما شاء الله 16 في 15 240 بارك الله فيكم واحد في 15 ضغط كيبقى 15 وإذا قلت توجور إلى التحقيق باش تكوريجي غيماني كتفيريفيض اسكو الفريضة صحان والصحي ولا اجمع 45 رنوية 60 240 سوا خلاص دغا تفقد 360 خلاص هذا انت ثورة يكفى شغل النوتير داين ذا قري يحبس هذه يفك الفريضة الورثة تروح للاكسبير يلا من بعد الخبراء لي زيكسبير وكي شغل نسند وكي يتعاملون مع هذا لو كان سينظي مثلا يجد 25 مليار اكيد 25 مليار ديفيزيبل على 360 باش هذه السفر قيمة اليونيتي بارك الله فيك اسمي قيمة السهم الواحد إذا قاس دي السفر هذا ماذا كان إيجاد 75 هكتار ديفيزي على 360 أفضل فيرغول نورمال لا يهم أين ديجا ياك ذواقي نتعاملوا معاه من بعد هذا السفر ثمطوث الزوجة أتسوي 45 من 360 240 من 360 15 من 360 وهكذا ولكن ديك سان ديتاي مي ديروا النظر ذا 240 ديفيزي بار شحال يسن 5 شحال يساوي 240 ديفيزي بار 5
80 48 48 للواحدة، خاطر 240 هاكي ذي القيمة خمسة يسيس، نكون قد نشوفها كل يوث شحال ثاوي نفات 48 واحدة، وذاكي 15 عندها الرزاكني 15 ديفيزي بار 3 خاطر 3 قلان يساوي 5 للواحد. من بعد نطفى غاستيو لازيزا ونوالي 45 غادي ولا شاكي مشكل، ذاك ولاش مشكل، ذاك ثرز 240 ديفيزي بار 5 يساوي 48 صافي ثفرة. 15 ديفيزي بار 3 مقسوم على 3 يساوي 5 ثفرة صافي. يكسل انكسارني نجبر ثمثالت ثدز تفرز ثفرة ذا ين يكفى الشغل ثورة هكا ثنكمال 100%. هكا الخوة إلى هنا ننهي درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.